أنا لحبيبي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا أنا لحبيبي حبيبي إلي. كان 12/44 ب4/2 لما قال لي بحبك صفنت. ما كنت بعرف إذا أنا قد لهالكلمة أو لا، قد التزم فيها أو لا، لأنه علي بني آدم كتير طيب كتير منيح، وكنت حابة كفي معه وملاقية إنه هو الشي اللي حيخليني ضل عم بقوى وضل كفي للآخر يعني. فلهيك هذا اليوم مستحيل انساه. ب 21/7 هي كانت خطبتنا، ب 17/7 هو انخطف. هو كان مكفي على دوامه بده يجيب اغراضه، وانا كفيت على بيتي. انا رجعت على بيتي وهو انخطف. يعني انخطف قبل 3 أيام من خطبتنا. طبعا انا ما كنت بعرف، انا كنت عم دق له طول الليل لاقي موبايله مطفي. كان اول مره بحياته بينطفى موبايله بالليل. انا ما كنت بعرف ابدا انه هو انخطف لتاني يوم. حكوا مع بابا وتواصلوا هيك، انه حكى قرايبينه مع بابا وهيك انه بتعرفوا شي عن علي ما بتعرفوا شي، انخطف وقتها. كل يوم ببعث له رسالة، كل يوم بدق له، بحكي معه على الفيسبوك، ببعث له كل شي بعمله، بحكيه كأنه موجود. هو أكيد موجود، بس بحكي واتساب فيسبوك بقول له انه حبيبي انا هلا طالعة، انا هلا راجعة. بدق له الصبح والمساء، دائما بحكي معه. اي حدا بيعرف علي بيعرف انه هو فعلا بحياته ما اذى حدا. اذا شخص بالطريق ما بيعرفه بيساعده. بدهم يرجعوا لي علي، لانه علي ما بيستاهل يغيب عنا 4 شهور. علي ما بيستاهل ينخطف. فهالمرة أنا عم بعمل شي كرماله، وهو معي هلا وعم حاكي. لهيك ما حسيت حالي إني ضعيفة بولا لحظة من هلا وأنا عم بحكي، لأني عم بعمل هذا الشي لإله، لعلي.